السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. درونات الجيش المغربي تنتقم لشهداء السعدية وتقتل 4 قياديين جزائريين من البوليزاريو. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. أعلن جبهة البوليزاريو الانفصالية هلاك 4 أشخاص، على رأسهم المدعو أبا علي حمودة الذي كان يشغل منصب ما يسمى بالناحية العسكرية السادسة وعضو أمانة الجبهة. وبحسب الجبهة فإن حمودة توفي إلى جانب 3 أشخاص آخرين خلال قيادة هجمات ضد القوات المغربية في الصحراء. ومن بين أسماء الهالكين أبا علي حمودة، البشير سعيد لمام قيادي ميداني، حمادي بن العيد، سلام المهدي سيد العربي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.